اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك معانا، فعل الجرس واستنى كل جديد. فيديو النهاردة مميز جدا لانه جاي بناء على طلب واحد من اعز الناس على قلبي ومشترك معانا في القناة، هو دكتور اسلام عرفة. في الفترة الاخيرة لازم كل سنة تلاقي في السينما فيلم او فيلمين سيرة ذاتية، وفي الغالب الافلام دي هي اللي بتترشح لجوائز الاوسكار لانها بتكون معمولة بحرفية كبيرة جدا عشان تقدر تخليك ترتبط بالشخصية دي وتروح تقرا عنها اكتر لو انت متعرفهاش. وافلام السيرة الذاتية كتيرة جدا زي الافلام دي. النهاردة بقى جايبين لكم افضل 5 افلام سيرة ذاتية بس متنوعة. هتلاقي شخصيات رياضية، شخصيات سياسية، رجال اعمال، علماء، وكلها افلام حلوة جدا وهتشدك جدا معاها. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة معانا النهاردة هو مش فيلم، ده ساعتين ممتعين جدا بيعرفوك ان الواحد لو اصر على حاجة واجتهد فيها لازم هيحققها. الفيلم من انتاج 2016 من بطولة مايكل كيتون اللي بيقوم بدور راي كروك، مؤسس سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، اللي بدأ حياته مندوب مبيعات للأدوات بتاعة المطاعم زي الخلاطات، واللي مرة راح يودي طلبية المطعم انبهر بالأكل وجودته، وده خلاه يصر يقابل الأخوين ماكدونالدز صحاب المطعم. كنت متفاجئ قوي انه مش هو صاحب الفكرة الأصلي، بس الفيلم ده حلو جدا وهيعرفك ازاي السلسلة دي قدرت تكون أشهر سلسلة مطاعم في العالم، وان الفكرة مش فكرة بيع أكل وبس. لما صناع فيلم بيحبوا يعملوا فيلم درامي قوي قوي بيروحوا دايما للقصص الحقيقية، وبالأخص القصص الحزينة منها، لأنها بتكون قريبة قوي لقلب المشاهد وبتجذب التعاطف معاه كمان. ده اللي حصل مع صناع فيلمنا النهاردة لما في 2021 قرروا ينتجوا فيلم مقتبس من السيرة الذاتية ليوميات غوانتانامو، اللي بتحكي قصة محمد ولد صلاحي الموريتاني اللي تم اعتقاله بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر، وتم اعتقاله لمدة 14 سنة بدون أي تهمة أو محاكمة. فيلم حلو قوي وبيوضح صراعه مع الحرية لمدة 14 سنة. احنا دلوقتي في نص الفيديو، لو الترشيحات بتاعتنا عجبتك وانت لسه مش مشترك، اشترك معانا وفعل الجرس واستنى كل جديد. فيلم حلو جدا، اولا لانه واخد اوسكار احسن سيناريو، وثانيا لانه بيجمع براد بيت مع كريستيان بيل مع سينا جوميز ومع نجوم كتير قوي في الفيلم. الفيلم من انتاج 2015 بيحكي عن الازمه الاقتصاديه العالميه اللي حصلت في 2008 في سوق البنوك والعقارات، وازاي 4 متخصصين في علم الاقتصاد قدروا ينجحوا ان هم يتنبؤوا بالانهيار ده. والفيلم ده هيعرفك ازاي هم استغلوا التنبؤ ده وعملوا ايه مع البنوك، وهيعرفك اصلا البنوك بتتعامل ازاي مع اي ازمه، رغم انه فيلم اقتصادي بس حلو جدا لانه ابطاله سهلوا الفيلم جدا على المشاهد. بالترشيحات اللي فاتت قدرنا نغطي الجزء السياسي ورجال الاعمال والجزء الاقتصادي. دلوقتي جه بقى الاكتر نوعيه انا بحبها، اللي هي افلام السيره الذاتيه الرياضيه. فيلم روعه من انتاج 2005 من بطوله راسل كرو اللي بيجسد دور جيمس برادوك، اللي كان بطل ملاكمة في العشرينات وتعرض لإصابة كبيرة قوي في إيده الشمال وخسر كل فلوسه ورجع فقير جدا لدرجة إنه مش بيقدر يأكل ولاده، وبيضطر ينسى الرياضة خالص ويشتغل شيال باليومية. بس إزاي قدر بعد كل ده ينجح وليه لقبوه بلقب سندريلا مان؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الممتع جدا ده. فيلم من إنتاج 2001 واخد 4 جوائز أوسكار: أحسن فيلم، أحسن سيناريو، أحسن مخرج. ورغم انه من بطولة راسل كرو اللي عمل دور روعة، اللي ان جينيفر كونيلي اخدت فيه اوسكار احسن ممثلة مساعدة. فيلم روعته في انه قدر يجمع ما بين السيرة الذاتية والدراما والرومانسية والامراض النفسية. الفيلم بيحكي عن عالم الرياضيات جون فوربس ناش من اول ما كان طالب في الجامعة لتفوقه وعمله الاكاديمي، لقصة حبه مع احد طالباته اللي اتجوزها بعد كده ونضلت معاه مع صراعه مع مرض انفصام الشخصية. الفيلم ده روعة بجد ويستحق يكون معانا المركز الأول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.